من امبارح كده منتشر اخبار عن طفله مريم من تونس. اخبار كتيره متقال ان البنت كانت مع امها وابوها على البحر. امها كانت رابطه العوامه في حبل وسايبه البنت تلعب براحتها. هوب جه رياح قويه شالت البنت بالعوامه. قعدوا يدوروا على البنت هنا مفيش فايده. اقاويل تانية ان البنت كانت في البحر مع أبوها وبيلعبوا عادي، وفجأة الطيار جه كان صعب وأشد من إن أبوها يلحقها أو كده. الطيار أخد البنت وقعدوا يدوروا عليها كذا يوم ومفيش أثر يدوروا على البنت. عايزة أوريكم الفيديو اللي كانت مريم آخر فيديو ليها مع أبوها في البحر. ده آخر فيديو لمريم مع أبوها وهما في البحر. زي ما انتوا شايفين كده البنت بتلعب مع ابوها في البحر ومفيش اي. والناس بتقول لا، هي التيار كان عالي مرة واحدة. طيب البنت لقوها، بس للأسف لقوها متوفية، ربنا يرحمها يا رب. لقوها عايمة على وش المية. في فيديوهات منتشرة من الصبح ان البنت لقوها وصاحية وعايشة وان امها وابوها سجدوا شكر. الفيديو ده قديم يا جماعة، ولو تلاحظوا ان البنت اللي لقوها دي الفيديو في الفيديو القديم عمرها كبير جدا، اكبر من مريم. رجعنا الموضوع بتاع مريم ده لموضوع ريان اللي وقع في البير من كام سنة، وكانت قلوبنا كلها معاه. كل الناس كانت عمالة تدعي لها النهاردة ان هم يلاقوها بالسلام. بس للأسف هم لقوها، بس كانت الله يرحمها يعني البرد ولا السمك ولا كذا ولا كذا. عايزة أقول حاجة بس صغيرة. أي مكان كانت أمها ربطها في حبل وقاعدة سايباها بتلعب، أصل المية عليت فجأة. يا جماعة لما تيجوا مسافرين شايفين وضع البحر، شايفين إن الموج عالي، شايفين إن في حركة رياح، بلاش ننزل أطفال، بلاش إحنا حتى ننزل. البحر مش هيخلص. طبعا كل واحد ليه عمره واجل وكتابه، بس برضو ان احنا نتوخى الحذر. وخلي بالكم يا جماعه، خدوا بالكم ان قالوا ان السنه دي في حركه امواج غير طبيعيه هتحصل في مدن السواحل، وخاصه اسكندريه. في حركه موج غير طبيعيه وحركه رياح غير طبيعيه. ربنا طبعا يسترها على الجميع وربنا يحافظ على الجميع، بس نخلي بالنا شويه. حركة موج عالية بلاش ننزل، حركة رياح عالية بلاش ننزل، حاسين ان البحر عالي بلاش ننزل. ربنا يرحم مريم يا رب ويصبر اهلها. البنت توفت يا جماعة، والفيديو اللي انتوا شفتوه ده فيديو قديم لبنت تانية خالص، بنت ليبية. مريم اللي هي من تونس اتوفت، ربنا يرحمها يا رب ويصبر اهلها.